السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة. فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة باكتساح بثلاثية في الشوط الثاني. 3 من عم مارسيل كولر ومن عم حمدي فتحي ومن عم كهربا وشريف، كل الرجالة الحلوة اللي معانا. باستثناء طبعا كام معاق كده هنتكلم عليهم في الماتش، لكن ألف مبروك ألف مبروك. فوز يعزز صدارة الدوري بفرق 8 نقط، يضمن لك وانت داخل على المعمعة لسه، فيضمن لك الفرق الكويس اللي هيريح معاك الدنيا في الفترة الجاية. مباراة حلوة في الشوط التاني، بس مباراة الشوط الأول ماتش زي الزفت، حرفيا الواحد كان بينام وهو بيتفرج. الشوط التاني وده اللي هنتكلم عليه، ليه شفنا الفرق بين الشوط الأول والشوط التاني واللي حصل وكل الكلام ده. متنساش بس أول حاجة تعمل كده لايك للفيديو، تعمل لايك للبيج بتاعتنا، سبسكرايب للقناة على اليوتيوب، ويلا بينا نبدأ وندخل في تفاصيل المباراة على السخن كده وعلى الحامي، علشان كهربا ولع الدنيا النهارده الفولت العالي. يلا بينا. اول حاجه المباراه بدا بتشكيل الاهلي، كان في الشناوي حراسه في المرمى، وكان قدامه محمد هاني باك رايت، وكان في قلبين دفاع كان رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح، وعلى الشمال علي معلول، في النص اليو دانج، والراجل نجم المباراه حمدي فتحي. حمدي فتحي صلي على الحبيب، حمدي فتحي ب 100 لعيب بس كده. وكان قدامهم اللي ما شفتوش في الماتش خالص قفشه، وكان على اليمين حسين الشحات، وعلى الشمال عبد القادر، تحت مهاجم وحيد الفولت العالي محمود عبد المنعم كهربا. مش هتكلم كتير. وطبعا المباراه بدات الفرقتين عايزين يدافعوا، الفرقتين مش عايزين يدخل فيهم جوان. الاهلي بدا برضه متحفظ، الزمالك بدا متحفظ، الاثنين بيلعبوا برتم هادي خالص، كل واحد مش عايز يدخل فيه جول من الاخر. طيب طبعا اكتر حاجه كنت قلقان منها في قبل المباراه، ابقى حمدي فتحي مش هيلعب، ده علي معلول جات له اصابه كده، شد الساعه 1 بالليل، معرفش ايه اللي الشد بيجي الساعه 1 بالليل، سمعنا كلام غريب كده طبعا. لكن اكتر حد كان فاهم الحفله لو كانش هيلعب هو حمدي فتحي، وبالفعل كان النهارده نجم المباراه. بس الكوره في نص الملعب، مفيش كوره بتروح خطيره بتروح هنا ولا هنا، والماتش في الهادي خالص، وكل فرقه خايفه يدخل فيها جول ولا عايز تهاجم ولا اي حاجه. الاهلي كان بيروح بالكوره، كان بتلاقيها 2 بس 3 هما اللي قدام، مفيش اي زياده عدديه من تكمله من خط النص او من الباكات كتيره. اخر بيطلع باك واحد انت لو يطلع تمام، والباقي بيفضل متمركز ورا، ففي مساحه طبعا. نفس الكلام برضه في الزمالك، فخلاص. وجت كوره كده من هنا، تسديده من هنا، شوط من دونجا على كوره، ولا شوطه كده من حمدي فتحي كانت فوق خالص كده بعيده. بعض اللقطات الصغيره اللي لا تذكر من الاخر يعني. حتى الاهلي ما كانش بيضغط يعني، حتى هو كان بيقابل من تلت الملعب التاني، اللي هو قلنا من نص ملعب الاهلي يبدا يقابل كده، لكن حتى دي خلاص يعني. انت هو عشان ده المنطقه اصلا كان محصور فيها اللعب حرفيا، هو نص الملعب. هنا بتروح الكوره يقعدوا يباصوا لبعض شويه من غير ما يتقدموا بالكوره لقدام، وبيلعبوا لبعض كده. الكوره بالعرض بتاعي يطلع قدام شويه، يلعب على الطرف، يرجع تاني. ما شفناش لقطات او يعني شفناش ملامح هجوميه للفرقه هنا ولا هنا. تمام، بالاخص نتكلم على الاهلي فما شفناش اي حاجه طبعا، ومش مهم. انا بالنسبه لي هو كاهلي وخلاص التعادل، هو ده مش احسن حاجه برضو بالنسبه لي، انا عايز اكسب تمام، لكن انا مش متضرر بحاجه، ولسه معايا الماتش تمام، ولسه معايا الفرق ومعايا كل حاجه حلو. وده اللي عمله مارسيل كولر، ان هو خايف من ان هو يندفع بزياده، فبتسيب مساحات الورا اللي كان بيتعمل فيها الخطوره كلها. ودي الحاجه الوحيده اللي بيلعب عليها الزمالك اصلا، ان هو انت تندفع بشكل غريب جدا، فبتلاقي الدفاع بتاعك وحش، فخلاص هو بيلعب على الكور دي. طبعا دي كانت ممنوعه الشوط الاول خلاص، مفيش حاجه خالص. والباقي مارسيل كولر لعبها بذكاء، خصوصا الشوط الثاني. نزل الشوط الثاني بدا شفنا تحرر شويه، تحرر برضه من فيريرا في الزمالك، عمل تغيير غريب هو بالنسبه لي اللي بدا يحرر الدنيا. بس قبل التغيير ده حتى الاهلي بدا يمسك الكوره ويبدا يروح بشكل زياده عدديه في المناطق الهجوميه، يعني تبدا تشوف لا ده علي معلول بيبدا يزيد شويه، وهاني بيروح ويزيد، كل ده بيعمل لك كثافه، فبالتالي بتشكل خطوره اكبر، لان ده ما كانش موجود في الشوط الاول. فبدانا نشوف ملامح وتقدم هجومي. التبديل اللي عملها نطلع، نزل حد اسمه الزناري بقى مدافع، ونزل عمر جابر اللي هو بيزيد، وبدا يلعب بتاعته ورا، وساب مساحات، وبدا يندفع كده عايز يجيب جون، وهو بتاع اول شوط التاني في دقيقه 50 كده وبتاع، والدقيقه 55 بدا يعمل التغيير ده وكده. بدأنا نشوف بقى المساحات الأكتر تظهر في الدفاع، وبدأنا يعني مارس الكرة البي، أنا لابد لك يا باشا، تعالى تعالى تعالى، لغاية لما تعالى نسقط، وفولت العالي يلدع، كهربا بيحط الجول الأول. كرة طولية حلوة جدا من حسين الشحات، بتسقط لحمدي فتحي. حمدي فتحي يا جدعان بيلعب رقم 6،
اللي شفناه الشوط الاول كان هو وديانج الاثنين تحت، وحرفيا حمدي فتحي قدم ماتش حلو جدا سواء من الناحيه الدفاعيه الشوط الثاني من الناحيه الدفاعيه والهجوميه. ف كرة رايحه لحمدي فتحي بيستلم بكتفه، بعد كده بيسندها الراس وبيعمل اسيست الكهربا اللي جاي وهو واقف صح، وكهربا بيحطها براسه صح في الجول، مفيش تفكير خلاص الجول الاول يا باشا، الجول الاول الفولت العالي ويروح ويحتفل ويولع الدنيا. ده اللي احنا عايزينه، يولع الدنيا يا باشا. ويخرج كهربا وينزل مكان محمد شريف، وينزل يا باشا محمد شريف والمساحات يا باشا زي الفل معاك، زي الفل، الدنيا ورا متاح متاح مباح. كرة بتيجي بالعرض كده بتصعد برضه بتروح لحمدي. طبعا الاهلي شفنا الدنيا المساحات اللي ورا دي بدا الاهلي يلعب فيها براحته طبعا، ويروح بالكرة والتاني ويضيع، والكرة ما يفنهاش صح وتتقطع بشكل غريب وتتقطع الهجمة، لكن الدفاع عندك كان واقف صح. خالد عبد الفتاح عجبني جدا في الدور الدفاع اللي هو عمله. انا كنت خايف وقلقان شويه ان قلت طب محمد هاني خلاص هو لعب معانا قبل كده فيلعب هو في النص في القلب ويخلي خالد عبد الفتاح في مكانه، لكن لعب خالد عبد الفتاح ورهان كولر، رهان كسب عليه، سواء رهان خالد عبد الفتاح ورهان كهربا من الماتش فات والماتش ده راهن عليه في الماتشين وكسب الرهان، كسب رهان خالد عبد الفتاح برده من يوم المباراه اللي عمل ماتش كويس جدا من الناحيه الدفاعيه. محمد هاني طبعا كان قافل كتير على امام عاشور في الناحيه دي، وكان بيغطي وراه خالد عبد الفتاح. والجول التالي الكرة بتروح لحمدي فتحي بتتلعب كده بتخبط في ركبته بتتلعب بالعرض كده وتوصل محمد شريف لوحده بيحطها من غير ما يبص. كل الفكرة ان هو بص على الزاوية دي، عواد حرفيا كانها ضربة جزاء. هو بص على الزاوية دي، عواد اتزاول، هو كان رايح الزاوية دي فلعبها له في الزاوية التانية. جول الهدف التاني محمد شريف، ومش عارف هو راح يحتفل بهدفه ال50، انا مش حد بيحتفل بالاهداف بتاعته يعني، هو مش دخلش ال100 فاقول لك احتفل بهدف ال100، فانا استغربت شويه بس مش عارف هو راح يحتفل بهدف بتاع. بس حلو حلو بيعمل الكامباك وبدا يرجع الفورمه بتاعته، عايزين نرجع. ده احسن ماتش ممكن ترجع فيه وتبدا تدي لنفسك الفرصه، مارسيل كولر يديك الفرصه بقى للايام الجايه بعد الماتش ده، وخصوصا لما نشوف بقى منافسه من كهربا. خلاص يا باشا هو قعد الاثنين وبيلعب كهربا جاب جون الماتش اللي فات وعمل اسيستين وجاب جون الماتش ده، وبتجيله الكره الثانيه عجبتني قوي. حمدي فتحي اللي مساهم في 3 اهداف، عمل كرة لمعلول ومعلول يا باشا بيحطها اسيست كده قدام الجون لمحمد شريف وهو في سقف الشبكة ما بيرحمش، حطها حلو قوي الصراحة في سقف الشبكة، مهما هيعمل ايه مش هيجيبها حرفيا. والجول التالت بيفنش بيه المباراة. طبعا كان نزل اللي شفناه، كان نزل مروان عطية وطاهر محمد طاهر، وانا بالنسبه لي كان طاهر محمد طاهر كان نزل عبد القادر كان احسن، يعني كان بيلعب في مكانه كمركز طاهر محمد طاهر ناحيه الوينج الشمال، وكان اصلا عبد القادر انا شايفه مش قادر فعلا يعني عبد القادر فعلا شايفه مش قادر بعد دقيقه 60 هو خلاص حرفيا جايب جاز. وده اصلا شايفينه الشوط الاول ان هو كان ليه ادوار دفاعيه، هو الشوط الاول حرفيا الاهلي كان بيلعبوا او بارس كوره بيلعبوا بحرص كبير ان هو يدخلش ما يستقبلش اي جون في الشوط الاول. وكان طبعا الوينجات كان ليها دور دفاع، حسين الشحات وابو قادر كان دايما بيرجعوا لورا ومحافظين في نص الملعب بيرجعوا لورا وبيغطوا مع الباك. وحسين الشحات عمل ماتش كويس بقاله فتره، ماتش كويس وعاجبني جدا. عبد قادر نفس الكلام ما ظهرش اول النهارده، وكنت شايف برضه هو برضه مجهود البدني هو قعد يتفهز لي كده في كام كره في الاخر، مفيش مجهود بدني، كان من الاول ان هو كان يطلع التغيير بدل حسين الشحات في الاول، وكان نزل مروان عطيه مكان قفشه اللي ما شفتوش النهارده خالص. حمدي فتحي هو اللي كان عامل دور الربط فعلا ما بين الدفاع والهجوم، وكان عامل دور كبير في الدفاع، عمل دور ومساهمه كبيره في الهجوم، وده اللي شفناه في الماتش اللي فات ماتش سموحه. من اول مباراه كان بيلعب بالشكل ده لما حمدي فتحي كان بيزيد قدام كتير، وقلنا حمدي فتحي زايد كتير قدام ودي تعليمات مارسيل كولر، وده فعلا اللي خلق لك الشراسه الهجوميه اكتر في الشوط الثاني بالذات حمدي فتحي. وحمدي فتحي عمل دور واسيست، ساهم في ال3 اهداف، دور كبير من حمدي فتحي، نجم المباراه بدون منازع الصراحه يعني. نزل تغيير تالت احمد نبيل كوكا مكان عبد قادر في الاخر خالص بيقفل بس كده وبيأمن، وصباح الفل الفرق بيوسع ل8 نقط والاهلي في الصداره عشان ندخل بقى على كاس العالم للانديه، نخش بقى مع افريقيا الفتره الجايه بنفس مفتوحه وفارق كافي بالنسبه للمنافس بتاعك. وده كان نهايه الحلقه، متنسوش بس تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناه على اليوتيوب، ولايك للبيج بتاعتنا على فيسبوك، واستنونا دايما، ويلا بينا السلام عليكم.